in the city, be back immediately to confiscate the money. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم شباب بمقطع فيديو جديد، وياكم مصطفى من قناة EQ Game. اليوم يا شباب راح أتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو البلاي ستيشن VR. هواية منكم يا شباب أكيد يفكر يشتري هاي القطعة. جهاز البلاي ستيشن مالته عمود يشكل تجربة متكاملة باللعب، خصوصا من دعمت أكثر من لعبة مثل الفاينل فانتسي 15 وريزيدنت ايفل 7 بالفترة الأخيرة، وبصراحة كانت تجربة رهيبة جدا على هاي القطعة أو هاي الإضافة اللي تتركب للجهاز. بس أكيد هواية منكم اللي شاف الوايرات واللخبطه اللي تيجي ويا هاي القطعه انصدم ويمكن يتراجع عن فكره انه يقتنيها. لذلك يا شباب هذا الفيديو راح يكون شرح مبسط عن كيفيه تركيب الفي ار. انا راح احاول اقصى امكانيه انه ابسط لكم شرح تركيب هاي القطعه، لكن قبل ما ابدا اتمنى منك ترجعنا بلايك يا صديقي واشتراك بالقناه اذا اول مره تدخلها. طبعا فكره الفي ار بسيطه جدا وما يحتاج لها فكره عظيمه، لذلك خليك وياي بهذا الفيديو قطعه قطعه وخطوه خطوه حتى توصل للنتيجه المرجوه. واعتقد ورا هذا الفيديو اذا تفكر تشتري في ار راح تشتريها اكيد، لانه راح ابسط لك القضيه قدر المستطاع. وهسه خلونا نبدا بالمعدات. بالبداية مثل ما تشوفون هذه القطعة أو الأدابتر ممكن نقدر نسميها، هي اللي تتمحور عليها الفي ار بشكل كامل. بيها من وراء 4 مداخل ومن قدام مدخلين. القطعة الثانية هي الفي ار نفسها، يعني نظارة الواقع الافتراضي. بنهايتها اكو واير بمدخلين مال HDMR، واحد أبيض واحد أسود. أعتقد بدأت تتوضح لكم الصورة شوية شوية. خلونا نتكلم أكثر. قبل ما أتكلم عن القطعة الثالثة أقول لكم الفي ار الملمس مال جلد مالته رهيب جدا وناعم وجدا مريح على الراس. القطعة الثالثة ويانا هي السماعات اللي تجي الفي ار. بصراحه ممكن تشوفها السماعات بسيطه الشكل صغيره الحجم، لكن بصراحه مفعولها كبير. انا حطيتها وجربتها وكانت رهيبه. مجموعه من الوايرات الكثيره هي هاي اللي تلخبطنا بيها. شواحن مال موف اذا اشتريت الفي ار والموف، وايضا اكو محول مال طاقه. ايضا اكو محوله بيها مدخلين مال HDMI ابيض واسود، وبيها مخرجين HDMI ابيض واسود. هسه ركزوا ويانا. مثل ما تشوفون هذا المحول اللي يعني تقوم عليه عمليه التركيب كامله. اول شيء مثل ما تشوفون هاي المدخل تدخلوه وين بمال محوله مال الطاقه اللي تجي بالكهرباء، وحده بالكهرباء وحده بهذا. وهاي مثل ما تشوفوها مدخل مثل مال UPS، وحده تروح للبلاي ستيشن وحده تطب بهذا المدخل. اما هذول الاثنين فراح يروحون بشكل عام، وحده HDMI تروح للتلفزيون، وحده HDMI مال بلاي ستيشن تدخل بيها. طبعا هم موضح لك بالصوره انه اكو هذا التي في، هذا HDMI مال بلاي ستيشن. اني مال التلفزيون حطيته بالاليجاتو اذا اريد اسجل الصوره مال في ار. عندك هاي الوصلات على المود تشحن قطع الموف، وعندنا هنا الموف، وعندنا هاي القطعه اللي بيها 2 HDMI، واحد اسود واحد ابيض. انا ما اعرف شو اسمه HDMI لو لا، بس اقول له HDMI. هسه ركز وياي. هذول القطعتين الاثنين مال HDMI يروحون للمحول او الادابتر اللي سميته، يدخلون هناك. والمداخل الاثنين اللي تشوفون قدامكم يدخلون بيها مال في ار. مثل ما تشوفون دخلنا هذول الاثنين مالتها بالادابتر، والاثنين مال في ار هسه حندخلهم بيها على مود يصير عندنا شبكه متواصله. بعد ما دخلنا ووصلنا كل الامور صار عندنا الفي ار جاهز للاستخدام، باقي بس تشغله. وطبعا تقدر تشغله من جهاز التحكم الموصول به. ومثل ما تشوفون بالنهايه اكو البلاي ستيشن كاميرا او كاميرا البلاي ستيشن، وايضا ستاند مالته. طبعا كاميرا البلاي ستيشن بهذا الUPS تقريبا يدخل بخلف البلاي ستيشن، يعني مدخل جدا بسيط. طبعا اول ما تدخله راح يقول لك اكو اعدادات لازم تنصبها للفي ار وللكاميرا بلاي ستيشن على مود تخلي التجربه مالتك تمام. اذا يا شباب اتمنى يكون الشرح عجبكم، اتمنى يكون الشرح سهل ومبسط على مود تفتهمون شلون التعقيدات مال بلاي ستيشن في ار جدا بسيطه وسهله. الموضوع كله كلفني حتى افهمه 20 دقيقه، وانتم حتفهموه خلال 5 دقائق تقريبا. اتمنى الموضوع عجبكم، اتمنى الحلقه عجبتكم. اشوفكم مقطع فيديو جديد، مع السلامه.